كان لازم اعرف ايه سر مكرونة الانسجام اللي كل اللي بيجربها بيقول عليها احلى مكرونة بالصلصة. هي طريقتها غريبة شوية بس قلت لازم اجربها معاكم واقول لكم رأيي فيها بصراحة. عندي مية مغلية عليها معلقة كبيرة من الملح، هنزل بنص كيس من المكرونة الصغيرة قوي ونص كيس من المكرونة الاسباجيتي بس بعد ما بكسرها على 2 او 3 هديلهم تقليبة واسيب المكرونة تتسلق وبعد كده بصفيها في مصفى وكده المكرونة جاهزة معايا. والسر كله في الصلصة، عندي اقل من نص كوباية من الزيت، اول ما يسخن هنزل ببصلة متقطعة شرايح رفيعة. هستمر بقى في تقليب البصلة دي لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي بقى ان انا اشيل البصلة اول ما توصل للون ده، وبعد كده في نفس الطاسة بنزل بمعلقة صغيرة من السكر وهقلب السكر لحد ما يدوب كده ويتكرمل معايا. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة تشويحة كده بسيطة. بعد كده هنزل بنص كيلو من الطماطم المعصورة واقلبهم مع بعض كويس. وابسط حاجة بقى التوابل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون. هقلبهم مع بعض كويس. والبصل بقى اللي انا كنت محمراه بكسره كده بايدي وبعد كده هنزل بيه على الصلصه وبسيب بس حبه صغيرين للطبق النهائي. هقلبهم بقى مع بعض واسيب بقى الصلصه تتسبك براحتها لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى القوام بتاعها حلو جدا. هنجيب بقى المكرونه اللي سلقناها وننزل بيها على الصلصه، ولو المكرونه بردت منكم سخنوها بميه سخنه من الكتل. قلبوا المكرونه كويس في الصلصه وشوفوا بقى شكلها، بجد شكلها تحفه وريحتها حلوه قوي. زينتها بشويه من البصل. وادي بقى الطبق النهائي. يا جماعه شكلها بجد خطير، ولما دقتها طعمها حلو جدا ومختلف. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها، والناس اللي جربتها ابعتوا لي بقى قولوا لي عجبتكم ولا لا.